باليد اليسار ثم يلعب باليد اليمين، في الوقت اللي يلعب فيه باليد اليمين يعطي شانس اكثر لليد اليسار باش ترتاح، لانه من بعد باش يلعب بزوز يدين. شكرا. واذا الحركات الاحمائيه الاولى قلت ما يعبر عنه بالطبع في المصطلح السوبر سولو الفردي الممتاز للسيدات، واللي باش تكون فيه نهاء ابو زيد المصريه، ثم كريشان ماشكو الهنديه، اسماء عبد الله من مصر، مريم الشرقي من تونس، شيماء همامي من تونس، اسرى عبد الحميد من السودان، كازاندي بوليزيزاك البولونيه، وساندرين بيرو الفرنسيه. بالنسبه لهذا الصنف للسوبر سولو للسيدات، اذا في هذه امامكم حركات تعميميه تلعب باليدين الاثنين وبآلات المضرب الاثنين ايضا في هذه اللعبه الفرنسيه ساندرين بيرو، في حين التونسيه تدخل في هذا الميدان شيماء همامي. قلت شيماء الهمامي اللي تحصل على برونزيه في الفردي اي الثنائي المقابله، واللي فازت على الهنديه كريشنال 2-0. وهي امامكم باش تلعب السولو الممتاز او الفردي الممتاز، تلعب 4 مرات 4 واجهات، اولا بيد ثم بيد الثانيه، بيدين الاثنين من جهه معينه لآلة المضرب، ثم بيدين الاثنين من القفاه نتاع آلة المضرب، اي الوجه او الوجه باء ان صح التعبير. واصحاب الرياضيات اللي يعرفوا الرياضيات يفهموا الامور هذه، وجه وجه باء وغيرها من المصطلحات الفنيه. اللعبه الفرنسيه هذه لعبه عالميه، يعني امكانيات بدنيه كبيره في مستوى رياضه كره السرعه. ان شاء الله اليوم تكون اللعبه شيماء الهمامي حاضره ان شاء الله، بيرفورمانس كبيره. شيماء كنا تحدثنا معها اللاعب قلت انت دقيقه في كل دقيقه لكل حاله، معناها لكل صنف باليدين باليد دقيقه معناها 4 دقائق. 4 دقائق الراحه بيناتهم 30 ثانيه ذول. هكاك 30 ثانيه. باهي بين الراحه فما وقت مستقطع اكيد يدخل بالحكم عن المدرب. لا لهنا هذه الحاله اللي ما يدخل فيها لهنا بعد كل وضع، يعني بعد اليمين واليسار وزوز يدين الداخل وزوز يدين البرا ياخذوا فتره من الراحه. لهنا ما فماش وقت مستقطع بتاتا، لانه ال4 دقائق هذوكم وقت اللي ينطلق اللعب في كل وضع لازم يكمل الوقت نتاعه. لكن هناك حالة أخرى، هذا السولو الفردي، لكن هناك أيضا السولو بالتناوب. شو معناها 4 لاعبين كل واحد يدخل لعبة. يبدأ مثلا حتى اللاعب يكون باليد اليمين، ثم لعبة باليسار، ثم لاعب زوز يدين، واللعبة الأخيرة باليدين الاثنين لكن من قفاه نتاع الواحد. حتى في مستوى يعني سولو رولي هذه بالتتابع ما فماش وقت مستقطع، يعني في عند الاشاره نتاع الحكم يخلي اللاعب الاول المكان نتاعو ثم ينطلق اللاعب الثاني مباشره، يعني ما فماش وقت مستقطع في السولو رولي، يعني فردي التتابع. هذا هو الملعب كما قلت لك، هذا مقسم على زوز فضاءات، زوز ملاعب. ملعب كما قلت 8 امتار على 5. هاي الآلة هذا العمود الأسود واللي يركز على هذا المربع اللي هو 60 على 60 سنتيمتر، في حين هذا الرواق الأزرق واللي فيه الألوان هو أيضا 60 سنتيمتر، وهو ما يعبر عنه برواق الأمان أو حاجز بين ملعب أ والفضاء ب. نذكر إذا اللي هذه الدورة 28 بالنسبة لكأس العالم. شوفوا لابد من وضع ومسك الآلات كما ينبغي. بالطبع ما نجموش نقولوا من الرياضات المركبة أكثر من المركبة، لأن يقع استعمال آلة اللاعب، لكن هو يتعامل مع 3 آلات، مع العمود ثم مع هذه الكرة اللي هي مربوطة في خيط معناها. وأكيد أن اللاعب معناها يتعب، يقوم مجهود لا باس به في هذه الرياضه اللي فيها الدقه. تفضل بداية ربما اللعبة نشوفوا الحكام يثبتوا في سلامة العمود، أيضا في سلامة المضربين، ويثبتوا من كل يعني جزئيه في الملعب. اذا ايضا اللاعب عنده الحق انه وقت اللي يحس كونه العمود هذاك ماهوش ثابت يتصل بالطاوله التحكيم ويعلن هذا ويتم اصلاح الامر. هذه الصافره الاولى تعنى عن الاستعداد والتنبيه للاعبين باش يدخلوا في هذه المقابلات الفرديه
السولو المعروفة في المصطلح الفردي كما قلت. في هذه الرياضة يقع استعمال اللغة الإنجليزية كلغة معناها تعامل. أكيد أن كل الرياضات كما فسرنا كل رياضة عندها لغة يقع استعمالها حسب التفاهم أو حسب القوانين المعمول بها في اللوائح الدولية في هذا إذن لاحظوا ربما في شيماء تكون الهمامي شيماء باش تكون في اللاعب في الملعب رقم 3. في الملعب رقم 3 الملعب رقم 3 اللي 10 seconds. الملعب رقم 3 اللي فيه شيماء إذا الهمامي باش تكون هي 5 seconds. إذا انطلاق هاي شيماء الهمامي انطلقت. شوفوا أولا بدأت باليسار. أكيد. شوفوا هي تحمل قفاز أيضا على مستوى اليدين أو واقي اليد نظرا لاحتكاك هذه الآلة البلاستيكية واللي ربما تشكل التهاب على مستوى الجلدة أيضا وقت في هذا. تفضل سي محمد. ايضا خوفا من الكره كي ترجع على اليد تعمل برشا معناها معناها الكره عندما تلمس اكيد شوفوا هذه السرعه معناها في شكلها الصحيح. هنا مازالت قادره شيء من الهمامي انها ترفع النسق، مازالت قادره انها ترفع النسق، ولكن ربما خايفه من انه الكره تضيع عليها لهنا اكثر، وربما السرعه ما يمنعش انه المستوى توا حاليا يعني طيب، خصوصا انها اليد اليسرى ماهيش اليد اليمنى. حسنا فعلت معناها شيء من الهمامي لما انطلقت باليد اليسرى. دقيقه تنتهي مع الصافره. اذا تنتهي شيماء الهمامي هاي امامكم بالزي الاحمر. الان باش تغير، كانت باليمين كانت باليسار باش ترجع لليد اليمنى. شوفوا خذت الاله البلاستيكيه وفي هذا الخيط كما قلت على مستوى المرفق يقع ضبطه لونه ازرق، وهي الكره بيدها كانها في الارسال. سي محمد 5 seconds. اكيد لابد من حتى الضربه الاولى، يعني في ظرف دقيقه هذه الضربه الاولى لما تكون ضربه قويه وترجع الكره يعني بسرعه اكثر لهنا باليد اليمنى. شوف المستوى ربما المتميز للاعبه شيماء الهمامي. قلت وكنا تحدثنا على البدايه باليد اليسرى، توا اليد اليسرى عندها فتره الدقيقه هذه ترتاح فيها اليد اليسرى، خصوصا انه في المناسبتين الجايين باش تلعب بزوز يدين شيماء الهمامي. بزوز يدين بالطبع من الفنيات، وهذا هو ما يعبر عنه بالتصرف في القوى، تصرف حتى في العضلات نتاع الجسم، باعتبار هذا التناوب المسترسل من يد الى اخرى ليدين الاثنين. استعمال آلة المضرب بطريقة أولى وبطريقة ثانية. 23 21 ثانية مازال ونحن في عدد تنازلي كأن في لحظات أخيرة من مقابلة كرة السلة. شيماء الهمامي في هذا السلو الفردي الممتاز في حركات سريعة باليد اليمنى، آلة مضرب بلاستيكية كاملة ما فيها حتى خيط، عكس آلة مضرب كرة التنس. وتنتهي الدقيقة مع صافرة الحكم. شو رايك في الدقيقة الثانية سي محمد؟ الدقيقة الثانية كانت ممتازة، خصوصا أن يعني منذ قليل شفنا المستوى نتاع ربما اللاعبات الموجودات توا على الملعب. مستوى شيماء الهمامي خصوصا في اليد اليمنى كان ممتاز وممتاز جدا. إن شاء الله تواصل لهنا. أهم حاجة كون الكرة ما تضيعناش، أهم حاجة كون شيماء الهمامي تحافظ ربما على تراجكتوار تاع الكرة. هذه الفترة الثالثة نشوفوا بزوز يدين الآن، واحدة اثنين، يمين يسار شمال ويمينا كذلك في هذه الكرة. شوفوا معناها التناوب، التتابع، معناها التسلسل في الحركات، ثم وضع الساق الأولى كساق ارتكاز والثانية كساق ارتكاز، أي لرد القوة كأنها في الملاكمة عندها ساق ارتكاز أولى وساق ارتكاز ثانية. وهذا الحكم قاعد يحسب أكيد جدا النقطة قاعد يحسب الحكم التونسي بالطبع في هذا اللقاء. وانتبهوا هذه إذن الفترة الثالثة وجود أيضا 3 حكام. لا بالطبع هو الحكم في الاحتساب، لكن أكيد. بالطبع هو يسمى حتى 4 و5 وأكثر أكيد في هذه السرعة. شوفوا ضربة بضربة يلزم لياقة بدنية. وهذا ترفع في النسق شيماء الهمامي. هذه من الخاصيات اللي قلت التحمل. هذه التحمل الدقيقة تبدو ربما للمشاهد شوية وقت، ولكن لا لكن صعيبة. أكيد
الفترة الثالثة أو الصنف الثالث من اللعب في انتظار النهاية مع الصنف الرابع، أي بزوز آلات المضرب اثنين يمين يسار لكن بالقفاء. اكيد باش تكون جدا. بالوجهة الثانية اللي من أصعب ربما الحركات سي محمد. من اصعب، ولكن كل لاعب حسب ربما خاصيات البدنيه معناها وين يرتاح اكثر. فما شكون يرتاح في الوضع اللي كنا شفناه السابق، وفما شكون يرتاح اكثر في الوضع هاي الكره كيش ترجع شوفوا بالقفاء نتاع آلة المضرب الجهه باء، اي شوفوا الرجعه واحده اثنين، فما سرعه، فما هذه هي القوه اللي قلت انا في قوه العين اللي تزيد تساعد على البصر وتساعد حتى على الدقه في النظر. او الحكم يحسب مركز، ما فما حتى كلام، ما يلزموش يغلط. واكيد شوفوا هذه اللعبه الهنديه قاعده نقولوا احنا في حركات تحمائيه عند الحق باش تستعمل معناها آلة مضرب من الوان مختلفه. بالنسبه لكل وضع، اذا كان اللاعب يحاول باش يرجع مثلا تراجكتوار وقت الكره تضيع، ما يتمش احتسابها النقطه دي، ما يتم احتساب كان النقاط اللي هي تو حاليا في الوضع هذا بالظهر نتاع المضرب. نهايه اذا الدقيقه الرابعه والصنف الرابع من هذا اللعب بالنسبه لشيبان الهمامي. ضربه اولى باليمين، ضربه ثانيه دقيقه ثانيه باليسار، الدقيقه الثالثه بالآلتين الاثنين في نفس الوقت على اليمين وعلى اليسار. والمرحلة الرابعة والأخيرة الدقيقة الرابعة باليد اليمنى واليسرى، لكن بالقفاء نتاع آلة المضرب، واللي قلت اللي هي من آلة مصنوعة، آلة بلاستيكية في هذه الرياضة. وأكيد أن المتتبعين يحبوا يعرفوا حتى بعض المصطلحات، واللي هي معناها طولها ربما 25 سنتيمتر، والوزن نتاعها ينجم يكون 550 جرام او اقل. 403 قول لي 403 عدد ربما النقاط اللي حققتهم شيماء الهمامي، وهذا عدد ممتاز جدا في انتظار انه تصلنا ربما الى النتائج الاخرى للاعبين. هذا بالنسبه لشيماء الهمامي. شيماء الهمامي اللي هنا على الصوره تسال على عدد النقاط اللي كانت حصلت عليهم. ونحن في رياضه رقميه نتحدث